متابعي قناة صدر أخبار 24، أهلا بكم. انتقال اللاعب المغربي حكيم زياش الذي يزاول حاليا بنادي غالاتاساراي إلى فريق نابولي الإيطالي لم يتبقى له إلا القليل نظرا لعدة مشاكل تواجه اللاعب مع فريقه الحالي، أهمها التهميش الذي طاله من مدربه بوروك رغم كون اللاعب أنهى الموسم الماضي بمستوى جيد مع النادي. ويذكر أن حكيم زياش وجه رسائل واضحة المعالم لمسؤولي الفريق أنه يستعد للرحيل إن لم يكن هناك تجاوب وإشراك مع الفريق، حيث لم يعد يستدعى للمشاركة مع الفريق حتى. ومن المشاكل التي تواجهه أيضا نجد أن الفريق الحالي يرغب في رحيله، لكن وفق شروط ربما لم تكن سهلة بالنسبة للفريق الذي يرغب في ضمه. من بين هذه الشروط دفع مستحقات اللاعب العالقة وقيمته أيضا. ومن جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أنه لا زال التواصل مستمر بين حكيم زياش ومدرب المنتخب المغربي السيد وليد الركراكي الذي يطالبه بإيجاد فريق في القريب العاجل لاسترجاع اللياقة وضمان الاستعداد البدني للمشاركة مع المنتخب المغربي، خاصة أن اللاعب زياش يعد رقما مهما في منظومة المدرب وليد الركراكي، ويعد نادي نابولي الإيطالي والفتح السعودي من أهم الأندية التي تود التعاقد مع اللاعب حكيم زياش، ناهيك عن مجموعة من الأندية الأخرى. إلى اللقاء.